السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. الصف الرابع عاملين ايه؟ ان شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم. السنة دي هشرح معاكم الدراسات. المادة سهلة وجميلة وبسيطة، انا بحاول ابسطها معاكم، وان شاء الله بإذن الله تتفرجوا على الفيديو تطلعوا منه حافظين الدرس كله ان شاء الله، واي سؤال هنحله مع بعض. انا بشرح من كتاب سلاح التلميذ. انا بحب كتاب سلاح التلميذ عشان بيكون شامل، يعني بيكون شامل الأسئلة كلها وبيوضح كل حاجة. خلينا نبدأ مع بعض الدرس الأول. الدرس الأول عندي بيقول لي أدوات تحديد الموقع. إيه هي أدوات تحديد الموقع؟ عندي حاجات بستخدمها عشان أقدر أحدد الموقع. أول حاجة بستخدمها عندي هي الخريطة. أول حاجة بستخدمها عندي هي إيه؟ الخريطة. طيب، أول حاجة يعني إيه تعريف الخريطة؟ ما المقصود بالخريطة؟ الخريطة هي عبارة عن رسم توضيحي. الخريطة هي إيه؟ رسم توضيحي، يعني رسم بيوضح لي حاجة معينة، بيفهمني حاجة. أيوة، الرسمة دي لإيه يا ولاد؟ لسطح الأرض او جزء منه، لسطح الارض او جزء منه. باستخدام ايه؟ لازم يكون معايا حاجات معينه عشان الخريطه بتاعتي تطلع مظبوطه. اول حاجه عندك لازم يكون عندك مقياس الرسم. لازم يكون عندك ايه؟ مقياس الرسم. ويكون عندك مجموعه من الرموز والالوان. كل حاجه من دول ليها مهمه معينه بنستخدمها في الخريطه، بنعرف نقرا بيها الخريطه وبنعرف نوضح بيها الحاجات دي بتشير الى ايه. يعني مثلا الالوان، شايفين اللون الاخضر ده يا ولاد اللي انا عملت لكم عليه علامه ده؟ اللون الاخضر ده بيدل ان انا عندي هنا ارض زراعيه. طيب، واللون البني الغامق ده انا شايفاه ان هو اورنج، بس هو يقصد بيه ان هو بني غامق. يقصد بيه ان انا عندي هنا مثلا مرتفعات زي الجبال. اللون الاحمر يقصد بيه ان موجود مثلا عندي عاصمه. يعني ايه عاصمه؟ كل دوله ليها عاصمه، هنشرحها بعدين. يبقى انا عرفت هنا اول حاجه تعريف الخريطه. ممكن تقول ورايا هي رسم توضيحي. لايه؟ هي رسم توضيحي لسطح الارض او جزء منه باستخدام 3 حاجات: 1 مقياس الرسم، 2 عندي الرموز، 3 عندي الالوان. تمام؟ يبقى ادي كده احنا عرفنا تعريف الخريطه. طيب، ايه اللي مهم تاني في الخريطه؟ المهم ان الخريطه، كل خريطه من دول ليها عناصر مهمه. كل خريطه من دول ليها عناصر ايه؟ مهمه. يعني ايه ليها عناصر مهمه؟ ما ينفعش ارسم الخريطه الا لما يكون ليها حاجات معينه. لازم عشان تعرف تقراها لازم تكون الخريطه دي ليها عناصر. اول حاجه عندنا للخريطه العنوان. اول حاجه عندك الايه؟ العنوان. فين العنوان؟ ادي العنوان. طيب، وتاني حاجه عندك ايه؟ تاني حاجه عندي مفتاح الخريطه. هنا عندي الخريطة بتتكلم على المدن الايه؟ المصرية. تاني حاجة عندي المفتاح، ادي 1 ادي 2. طيب، تالت حاجة عندي ايه؟ مقياس الرسم. هاخد كل حاجة دلوقتي وهعرفها دلوقتي وهنقول تعريفها واهميتها. طيب، وتالت حاجة احنا قلنا كده 1 2 3. طيب، عندي ايه كمان؟ انا قلت العنوان والمفتاح والمقياس. طيب، وتالت حاجة عندي ايه يا ترى؟ عندي اهم حاجة عندي اسمها هنا وردة البوصلة. وعندي ايه كمان غير وردة البوصلة؟ عندي شبكة خطوط الطول ودوائر العرض. شايفين كده؟ دي كده، هنا كده، دي دائرة عرض، كده دائرة عرض. طيب، فين خطوط الطول؟ ادي خط طول، وهنا كمان ادي خط طول، وادي خط طول. شبكة، بقوا متداخلين عاملين زي الشبكة بالظبط كده. تمام؟ يبقى انا عندي لكل خريطة في ايه؟ في عناصر مهمة. ايه هي العناصر المهمة للخريطة؟ قال لك يا سيدي ان كل خريطة ليها 5 عناصر. ايه هم ال5 عناصر يا ترى؟ عشان انا مش عارفهم يا اسمها. 1 قلنا العنوان. طيب، وتاني حاجة المفتاح. طيب، وتالت مقياس. اهو ادي عنوان، مفتاح، مقياس. طيب، و4 وردة البوصلة. 5 شبكة خطوط الطول ودوائر العرض. طيب، وبعد كده عندي ايه؟ بعد كده جايب لي عناصر الخريطة وأهمية كل حاجة، كل عنصر لوحده. أول عنصر عندنا مكتوب عليه أهو رقم 1، مكتوب هنا أهو 1 عنوان الخريطة. ما أهمية عنوان الخريطة؟ دي أهميته إيه يا ترى؟ أهمية عنوان الخريطة إيه؟ يشير إلى الموضوع الذي تتناوله الخريطة. يعني إيه تتناوله؟ بتاكله يعني؟ لا، مش تاكله، يعني بتتكلم عنه. يشير للموضوع الذي تتكلم عنه الخريطة. هي الخريطة بتتكلم على مواضيع؟ بتتكلم على مواضيع. في عندي خريطة بتتكلم مثلا على المناخ، في خريطة تانية بتتكلم على أهم المدن اللي موجودة في مصر، في خريطة بتتكلم على طبيعة الجبال،
فالخريطة كل خريطة ليها عنوان، لازم نقرأ العنوان عشان نعرف الخريطة دي بتتكلم عن ايه. تاني حاجة عندي رقم 2 المفتاح. مفتاح ايه؟ مفتاح الباب. ما هو مفتاح الخريطة ده عامل زي مفتاح الباب، انا لو عرفت اقرا المفتاح بتاع الخريطة هعرف اقرأ الخريطة كلها. طيب ايه هو بقى؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن مدلول الرموز، يوضح مدلول الرموز والالوان اللي موجودة على الخريطة. ايه الرموز والالوان؟ مش احنا اتفقنا ان هو صندوق كده موجود تحت كده في جنب في الخريطة؟ موجود بقى كده الصندوق ده فيه مثلا الرموز اللي احنا شايفينها دي كده. كل رمز من دول بيدل على حاجة. شفتوا الرمز ده بيدل على ان فيه نهر النيل، والنقطة السوداء دي تدل ان في عندي مدينة رئيسية، والحمراء دي بتدل ان في عاصمة، وهنا البحار شايفين بتدل ان في بحار وبحيرات. طيب خلينا كده نشوف مع بعض. يعني بصوا هنا كده انا رجعتكم تاني للخريطة. شايفين هنا ادي الايه؟ ادي مفتاح الخريطة، ده المفتاح. كل رمز من دول بيدل على حاجة. شفتوا هنا كده دي كده العلامة دي كده نهر النيل، شايفين اهو نفس اللون اهو، شايفينه نازل اهو، ده نهر النيل. طيب وهنا اللون اللي هو الازرق الفاتح ده بحار، واللي هو البحار والبحيرات. طيب والنقطة الحمراء دي هنا شايفينها اهي كده، النقطة الحمراء دي كده بتدل ان في هنا ايه؟ العاصمة. والنقطة السوداء قالك في هنا مدن رئيسية. فكل حاجة من دول وليها ايه؟ وليها علامة. كل حاجة من دول وليها علامة. طيب نكمل بقية. تالت عنصر معانا، وايه هو تالت عنصر معايا؟ اللي هو مقياس الرسم. تالت عنصر معايا اللي هو مقياس الرسم. فاكرين شكله على الخريطة كان شكله عامل ازاي؟ كان شكله عامل كده. طيب ايه هو اصلا؟ عرف لما يجي يقول لك عرف ايه؟ عرف مقياس الرسم. يعني يقول لي ايه هو مقياس الرسم؟ هو النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها في الحقيقة. ازاي؟ اهو هو النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها في الطبيعة. ازاي يعني؟ انا مش فاهم. هقول لك. يعني مثلا المسافة ما بين القاهرة واسيوط، شايفين ادي القاهرة ودي اسيوط 400 كيلو متر. انا ينفع ارسم ال 400 كيلو متر على الخريطة؟ لا طبعا مش هقدر. لكن هقدر ارسمهم لو كل 100 كيلو عوضت عنه بسنتي. شايفين الحتة الصغيرة دي السنتي اهي، ده كده سنتي. كل سنتي بيساوي 100 كيلو. فال 400 دول يساووا كام سنتي؟ 400 كيلو دول يساووا كام سنتي؟ 4 سنتي. طيب تالت حاجة عندي من عناصر الخريطة، عندي مين من رابع عنصر؟ رابع عنصر عندي وردة البوصلة. فاكرين شكلها على الخريطة عامل ازاي؟ اهو هو ده شكلها. طيب وردة البوصلة دي ايه مهمتها؟ اول حاجة واحد بتساعد في تحديد الموقع معين على الخريطة، وايه كمان؟ بتوضح لي الاتجاهات الاصلية والاتجاهات الفرعية. ما هي الاتجاهات الاصلية وما هي الاتجاهات الفرعية؟ الاتجاهات الاصلية والاتجاهات الفرعية انا هشرحهم لك دلوقتي وهنبسطهم مع بعض وهعمل لك عليهم ادي وردة البوصلة قدامنا، شايفينها؟ طيب اللي باللون الاحمر ده هو ده الاتجاهات الاصلية، شمال، جنوب، شرق، غرب. نقولهم تاني مع بعض: شمال، جنوب، شرق، غرب. طيب ايه هي الاتجاهات الفرعية؟ الاتجاهات الفرعية خلينا نعلم عليها بالازرق عشان نكون عارفينهم. طيب انا هعرفهم ازاي؟ مش احنا قلنا شمال يبقى شمال شرق، شمال شمال غرب، جنوب جنوب شرق، جنوب جنوب غرب، شمال شرقي شمال غربي، جنوب شرقي جنوب غربي. اللي بالازرق دي هي الاتجاهات الايه؟ الفرعية. اللي بالازرق دي هي الاتجاهات الفرعية. خامس حاجة عندنا وهي ايه؟ شبكة خطوط الطول ودوائر العرض. شبكة خطوط الطول ودوائر العرض. يبقى لما يجي يقول لي هنا عرف او اذكر اهمية، هقول له ايه؟ اول حاجة لما يجي يقول لي اذكر الاهمية هقول له هي تستخدم في تحديد موقع المكان. موقع المكان بالنسبة لايه؟ بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. يعني نقدر مثلا يقول لك المكان ده يقع ما بين دائرتي عرض ايه، ما بين خطي طول ايه. فده انا بطلعه من على الخريطة بناء على الرسمة. طب فين يا ترى خطوط الطول وفين دوائر العرض؟ شايفين كده؟ انا هعمل لكم علامة كده دلوقتي اللي هو ده كده، ده اللي نازل ده اهو بالطول ده هو ده خط الطول. طيب وانهي فين دائرة العرض؟ دائرة العرض اهي، دي كده دائرة عرض، هو نفسه عامل لي علامة اهو، شايفين؟ هو ده كده دائرة العرض. طيب احنا كده اخدنا الخمس عناصر بتوع الخريطة.
خدناهم تمام كده. ايه هما ال5 عناصر؟ نقولهم تاني مع بعض. ها، مين اللي فاكرهم؟ انا فاكراهم. 1 عندي عنوان الخريطة، 2 مفتاح الخريطة، 3 مقياس الرسم، 4 وردة البوصلة، 5 شبكة خطوط الطول ودوائر العرض. قلنا أهمية كل حاجة فيهم وعرفناها. طيب بعد كده قالك الخريطة دي مهمة في حياتنا. ايه أهمية الخريطة؟ الخريطة مهمة يا ستي في ايه؟ 1 مهمة للسائح. مين السائح؟ السائح اللي هو الشخص الأجنبي اللي مش من البلد بتاعتنا، من بلد تانية، جاي يتفرج عندنا على الآثار والأماكن السياحية، فبالتالي بيستخدم الخريطة. لما يجي يقول لي علل أهمية الخريطة بالنسبة للسائح، يستخدمها في الوصول للأماكن السياحية والأثرية. رقم 2 بيستخدمها مين؟ الفلاح. هو الفلاح بيستخدم الخريطة؟ بيستخدم الخريطة. بيستخدمها في ايه؟ تحديد ملكية الأرض الزراعية. تحديد ملكية الأرض الزراعية. أنا مش فاهم يعني ايه تحديد ملكية الأرض الزراعية. يعني مثلا احنا عندنا مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية، أيوة، الجزء ده بتاع مين والجزء اللي جنبه ده بتاع مين وده بتاع مين؟ هي معقول كلها ملك شخص واحد؟ لأ، هي محددة ومقسمة في خريطة بذلك. يعني كل حاجة، كل الأرض دي ليها خريطة مكتوب من الحتة دي الكام متر دول، ال5 متر اللي قدام دول بتاع مثلا الفلاح محمد، وال5 متر اللي وراهم بتوع الفلاح أحمد، وهكذا. فبيستخدمها الفلاح في تحديد ملكية الأرض الزراعية. طب الجيش هيستخدم الخريطة في إيه؟ بيستخدمها في تحديد المواقع الحربية. في تحديد المواقع حربية، يعني في الحروب وكده بنحدد، نشوف احنا المفروض نقف فين، المفروض نضرب فين، المفروض نعمل ايه. طيب 4 مين عندنا يا ترى؟ الطيار وقبطان السفينة. الطيار طبعا في الجو والقبطان في البحر. استخدموها في ايه؟ في تحديد مكانهم. هو انا هطير كده في الجو مش عارف انا فين، في انهي سحابة، ولا اكون في البحر وانا فين بالظبط، في انهي محيط؟ لازم طبعا بيستخدموا الخريطة عشان يعرفوا هما مكانهم فين ويوصلوا للمكان اللي هما عاوزينه. وخامس حاجة وده المهم معانا، اللي هو انت حضرتك، اللي هو التلميذ، بيستخدمها اول حاجة في المذاكرة. ولسه حالا مستخدمين الخريطة دلوقتي، ان احنا شفنا العناصر بتاعتها واستخدمناها، وشفنا وردة البوصلة وعنوان الخريطة والحاجات دي. احنا اول حاجة اخر التلميذ يستخدمها في ايه؟ في المذاكرة. وايه كمان؟ في الأماكن، تحديد الأماكن التي يرغب في الذهاب إليها. في تحديد الأماكن التي يرغب في الذهاب إليها. تمام كده؟ يبقى احنا في عندنا 5 بيستخدموا الخريطة: السائح، الفلاح، الجيش، القبطان والطيار والتلميذ. قلنا كل واحد فيهم بيستخدمها في ايه. طيب هنا بيقول لي، ودي آخر حاجة معانا في الدرس بتاعنا، الصور. هي الصور أنواع؟ طبعا الصور أنواع. أول حاجة عندنا حاجة اسمها صور جوية وصور فضائية. بيجي يقول لك قارن. يعني ايه أقارن؟ يعني تكتب له تعريف كل حاجة فيهم وتعرفه وتقول أهمية ده وأهمية ده. طيب أول حاجة عندي الصور الجوية. مالها الصور الجوية؟ بيتم التقاطها من الجو، جوية وجو، بيسهل عليك الموضوع. باستخدام ايه؟ الطائرة. طيب الصور الفضائية بيتم التقاطها باستخدام الأقمار الصناعية، ولذلك تسمى صور الأقمار الصناعية. بيجي يقولك علل. تسمى الصور الفضائية بصور الأقمار الصناعية. ليه؟ لأنها التقطت باستخدام الأقمار الصناعية. طيب يا ترى الصور الجوية مميزاتها ايه والصور الفضائية مميزاتها ايه؟ الصور الجوية عندي بتديني صورة حقيقية، صورة واضحة لسطح الأرض. وده بيساعدك في ايه؟ ايوه، لما اديتك صورة حقيقية ده ساعدك في ايه؟ ساعدني في رسم الخريطة أكثر دقة وتفصيلا، في رسم خريطة أكثر دقة وتفصيلا. طب والفضائية تدي لك مساحة أكبر ومواقع أكثر من الصور الجوية. لكن مين فيهم اللي بتساعدني لرسم الخريطة؟ الصور الجوية. السؤال ده دايما بيجي لك. احنا كده شرحنا الدرس كله. لو في حاجة صعبة بالنسبة لك عرفني. اللي عنده حاجة مش فاهمها برضو يكتب لي ان شاء الله في التعليقات، وانا ان شاء الله باذن الله هحلها معاكم. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هحل معاكم كل الاسئله. هنطبق مع بعض كل حاجه احنا اخدناها. كل التدريبات دي ان شاء الله هحلها واكتب لكم الاجابات ونحلها كلها مع بعض. لو في اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله اجاوب عليها.